السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. عندنا أخبار مهمة جدا وكواليس وحصريات، هنتكلم في كل حاجة بالتفصيل، ولكن كالعادة قبل ما أحكي لك الحكاية وقبل ما أحكي لك التفاصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انزل اضغط لك الفيديو واشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. الزمالك قرر ان هو يخش الخناقه اللي بين الاهلي وبين الرابطه وبين اللجنه الاولمبيه. الزمالك لقى في طبخه كده او في لعبه فاسده بتتلعب كالعاده بين اللجنه الاولمبيه او اللجنه اللي الخطيب كل ما يتزنق في اي قرار، عاوز مثلا عنده مشكله بين انبي والاهلي فيروح للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه تطلع قرار لصالح الاهلي. عبد الله السعيد عنده مشكله مع الاهلي يروح للجنه الاولمبيه، في اللجنه الاولمبيه تطلع قرار لصالح الاهلي. اي حاجه الاهلي بيتزنق فيها، الخطيب بيتزنق فيها، يروح للجنه الاولمبيه. واللوائح تطبق على الكل، مش محتاجه لجنه اولمبيه ولا لجنه بطيخيه. ولكن للاسف لان احنا في مصر جمهور الاهلي متعود على التدليس ومتعود ان هو بيتجامل. جمهور الاهلي حتى الان مش مصدق ان هو اتعاقب بخصم 3 نقاط وان احتسابه مهزوما قدام الزمالك. الخطيب كان فاكر ان الناس هتروح للبيت وتستحال عليه، ولكن النهارده وزير الرياضه بنفسه طلع واكد وقال ان كل نادي يتحمل قراراته. وقال الزمالك السنه اللي فاتت انسحب قدام الاهلي وتم خصم منه 3 نقاط واتطبق عليه العقوبه، والاهلي انسحب نفس الانسحاب قدام الزمالك وهو الراجل مسؤول عن قراراته، واحنا مالناش علاقه بالموضوع. الموضوع عند اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه في لعبه كده، الزمالك شاف ان في لعبه فاسده بتتلعب كالعاده بين اسامه ادريس ده اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه وبين الخطيب، لان هم تقريبا قرايب او صحاب. المهم الزمالك قرر النهارده ان هو يخش الخناقه. خلاص قال لك انا طرف اصيل في الخناقه. اصلا انتوا بتقولوا ايه؟ انت مين وانت مين وانت مين؟ عمالين تقولوا لبعض كلام حلو على السوشيال ميديا، واحنا هننظر واحنا هنشوف قرارات واحنا لينا صفه. انا بقول لك ليه الزمالك قرر ان هو يخش الخناقه وعارف ان اللجنه الاولمبيه غير مختصه اصلا بالموضوع. الزمالك عارف ان اللجنه الاولمبيه غير مختصه، ولكن الزمالك بيفكرها ان هي غير مختصه، بيفكرها ان اي حاجه او اي قرار هيطلع منها غير تأييد لقرارات الرابطه، او ان هو اصلا ملوش علاقه بالموضوع، او هو يطلع قرار كده. او الزمالك طلب في الخطاب اللي بعته للجنه الاولمبيه بيقول لها انت مالكش علاقه بالموضوع. الزمالك بيعرفها ان هي مالهاش علاقه بالموضوع. الزمالك بعت لها خطاب 12 صفحه، 12 صفحه بيأكد فيه ان هي مالهاش علاقه، واللوائح واتحاد الكره والرابطه ما بتأكدش ان انت ليك اي صفه عليهم. فالزمالك عارف ان هي مالهاش صفه. فالزمالك لما لقى في لعبه بتتلعب كالعاده، لان احنا عايشين في عصر التدليس، قال لك ان انا داخل الخناقه. انما قصه ان انتوا تظبطوها وتطبخوها مع بعض ده مش هينفع تاني. وعجبني خطاب نادي الزمالك اللي هو طلعه النهارده. كمان الزمالك ارسل خطابين، واحد لاتحاد الكره المصري وواحد لرابطه الانديه، بيطالب فيه او بيعترض فيه على عقوبات مباراه القمه. الزمالك بيعترض على اخر بند اللي هو سننتظر راي اللجنه الاولمبيه في شكوى الاهلي. يا عم وانت مالك؟ ايه اللي احنا مال اللجنه الاولمبيه بالموضوع؟ الزمالك بعت لخطاب لاتحاد الكره والرابطه بيقول لهم مال اللجنه الاولمبيه بالموضوع؟ في عقوبه انسحاب يا جدعان. هو انا ما شفتش جمهور كده. يعني انتوا جمهور مدلس، جمهور الاهلي جمهور مدلس بطريقه غير طبيعيه يا جماعه. انت انسحبت قدام الزمالك زي ما الزمالك انسحب قدامك السنه اللي فاتت. الموضوع بسيط جدا، العقوبه هتطبق عليك زي ما اتطبقت على الزمالك. انت ليه عمال تروح يمين وشمال وليه بتحاول تفسد؟ يعني مش فاهم دي منافسه ازاي؟ يعني هل انت مثلا شايف ان انت قوي ان انت لما تشغل اللجان القذره بتاعتك دي تشتم في الناس مثلا وتقلل من الناس وان هي تهاجم الناس؟ هل انت مثلا كده جامد؟ لا انت مش جامد، والعيال دي المفروض تتجاب. العيال دي المفروض تتجاب وتتحاسب. هو سيرك يعني. الخطيب مشغل علاء صادق اللي هو البسكليته اللي من قطر هربان ده، مش شغال 24 ساعه هاجم البلد زملكاويه ازاي يعني؟ يعني الاهلي لما ياخد 44 دوري والزمالك ياخد 14 تبقى البلد زملكاويه؟ انتوا عبطوا يا جدعان ولا انتوا بتصطبحوا ايه ولا انتوا بتتعاطوا ايه؟ بس عايزين نعرف الصنف اللي انتوا بتتعاطوه. احنا في رمضان مش عايزين نغلط في حد. انما الاشكال دي كلها ما هي عباره الا عن لجان الخطيب مشغل الناس بتديرها، اللي هو جمال جبر ده ولا اسمه ايه؟ ماشي، دي كلها لجان للاسف عشان تضلل وتزيف الحقائق زي ما احنا عايشين في عصر التدليس النهارده. ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين. زي ما انتم شايفين في عالم، يعني للاسف عالم ما شفتش اسوأ من كده. خنازير الارض حرفيا، الناس ما عندها عهد ولا دين ولا بيحترموا الشهر الكريم ولا اي حاجه، والعالم كله واقف بيتفرج على الناس في اباده جماعيه بتحصل في فلسطين. ربنا ينصر اخواتنا ان شاء الله. محدش بيتكلم لان احنا زي ما انتم شايفين احنا في عصر التزييف. اسرائيل اللي هي بتزيف قدام الناس ان هي لها حق في ارض فلسطين. ازاي؟ مش عارف. انا ما شفتش بجاح اكتر من كده، والعالم كله واقف بيتفرج، ما حدش قادر يتكلم. وامريكا مديهم الضوء الاخضر، لان للاسف هو اللي بيعمله نفس اللي بيعمله الاهلي. الاهلي بيعمل ده كله ليه؟ لان الاهلي كان واخد ضوء اخضر ان هو يعمل كل اللي هو عاوزه للاسف. عشان كده الزمالك قرر ان هو يخش الخناقه. بعد ما الزمالك دخل الخناقه وارسل خطابات، اللجنه الاولمبيه ردت، او اللجنه اللي هي اسمها لجنه القيم والانديه اللي هي اللجنه الاولمبيه بعتت لهم شكوى الاهلي. قالت لك احنا هنشوف اللوائح اللي طبقت على العقوبات، لو ما فيش اي حاجه احنا مش هنتكلم في اي حاجه. فالزمالك النهارده كويس جدا ان هو دخل وصدم الاهلي وصدم اللجنه الاولمبيه وصدم كل الناس، لان الزمالك ما ينفعش يقف يتفرج وفي لعبه بتنطبخ. ما ينفعش. خلاص يا جماعه الدنيا، هم 3 نقاط هتخصموا من الاهلي في نهايه الموسم وغرامه
تصل ل 200 مليون جنيه، الاهلي هيتحمل كل الغرامات. ووزير ده بنفسه قال لك هنتحمل، الاهلي لازم يتحمل كل الفلوس اللي خسرناها لان ده يعتبر مال عام، فالاهلي هيتحمل فلوس كتيره جدا تتخطى ال 220 مليون جنيه. بالخلاف ان هو اعتبر منسحبا قدام الزمالك في مباراه تاريخيه جدا، والراجل الزمالك راح وجمهور الزمالك راح وكل والحكام راحوا. عايز تيجي ما تجيش. الخطيب كان فاكر ان الدنيا كلها هتقف علشانه، سيبك بقى يطلع اي قرارات. المهم دلوقتي هم عايشين ان هم كالعاده يضربوا اشاعات، ده زيزو في الاهلي مقابل 7 مليار جنيه، ده ما اعرفش مين في مين. حتى الان زيزو لم يوقع لاي نادي، رغم ان في اشاعات بتطلع كالعاده عشان تخلي جمهور الزمالك يهيج، عشان الاهلي يا عيني السبوت كله عليه، فالاهلي عاوز يحول السبوت على الزمالك عشان جماهير الزمالك تهاجم مثلا اداره الزمالك. ولكن انا بقول لك حتى اللحظه اللي بكلمك فيها ممكن زيزو يوقع بكره عادي للاهلي، ولكن حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها زيزو لما يوقع لاي نادي ومستني نادي الزمالك، رغم ان والد زيزو نفسه معارض الدنيا شويه ومش عارف ماله. يعني يا عم احنا مش بنتعاقد مع مبابي برضه، ما تقرب المسافات عشان الدنيا تمشي ماشي. ولكن الزمالك ماشي بخطوات صحيحه جدا. وانا بقول لك الراجل اللي بيتعامل في ملف القمه انا بالنسبه لي جامد جدا، اللي بيتعامل في الملف ده بالذات عاجبني تعامل الزمالك. اول مره من فتره كبيره جدا الاقي الزمالك بيتعامل بكل الهدوء الشديد وباللوائح وبالقوانين، وخطاب هنا وخطاب هنا، وبص بمعلمه هاخد حقي بمعلمه من غير ما امسك ما حد يمسك عليها غلطه، ومن غير ما اخلي حد يبقى له حق عندي. فدي حاجه كويسه جدا. انا بقول لك الراجل اللي بيدير الملف اصلا من الاول داخل نادي الزمالك، ما اعرفش بقى ميدو حازم امام اي واحد ماسك ملف القمه وبيدير من خلف الستار، هو بالنسبه لي جامد جدا. حتى انا الزمالك ماشي بشكل كويس جدا في قصه القمه. الزمالك كده كده ما فيش ماتش هيتعاد، واللي يقول لك الماتش هيتعاد اقول له زي ما ماتش مصر والسنغال اتعاد، فماتش الزمالك والاهلي هيتعاد. زي ما قال لك السوبر الافريقي هيتعاد عشان مش عارف منشطاته بتنجان، فاقول له برضه ماتش الزمالك والاهلي هيتعاد ما فيش مشكله، هيتعاد يوم السبت بعد صلاه الجمعه او يوم 31 رمضان ان شاء الله لو اتعاد. يعني مفيش حاجه هتتعاد، والزمالك كده كده مكمل عادي، والاهلي هيلعب كاس الرابطه عادي، والاهلي مش هينسحب. ولكن الخطيب نفسه كل القصه يا جماعه الخطيب قدام جماهيره طالع ملط حنفي، فهو بيحاول يشوف اي حاجه منتصره. عارف انت لو مثلا خد عقوبه على الزمالك ايقاف مثلا شيكابالا ماتشين يقول لك انتصرت يا الا هيص، وانت فاهم هم زياطين كلكم عارفين طبعا. فهو بيحاول يمسك اي حاجه عاوز يطلع باي انتصار، فبيروح لاي حد. لو راح لاي كشك سجاير قال له انت معاك قرار يا خطيب بيطلع ان انت منتصر، انا هيقول لك احنا منتصرين عادي، لان هم كالجان كقطيع ما بيفهموش اي حاجه. هم للاسف زي الاطرش في الزفه فعليا، ما فيش اي حاجه. الجمهور كله قطيع، الصفحات بتوجههم، ما فيش حد الا من رحم ربي فيهم ناس محترمه بتفهم وعارفه ان القرار اللي خده الخطيب ده غلط، وان الزمالك الاهلي لازم يتعاقب زي الزمالك. في ناس اتقالت كده وفي ناس اتشتمت عشان قالت الحق، لان احنا في عصر ما حدش يقدر يقول الحق في مصر دلوقتي. اي حد بيقول الحق في مصر جمهور الاهلي ممنوع ممنوع، لازم نطلع نقطعه ونشتمه، ده للاسف اللي سايد. نروح لحاجه ثانيه مهمه جدا برضو حابب اقولها لكم، في خبر برضو مهم جدا. تقارير مغربيه بتاكد ان الزمالك بيقترب وبيراقب بشده جمال اللي هو حركاس مدافع نادي الوداد المغربي ومدافع المنتخب المغربي. الراجل ده بيلعب في منتخب المغرب وقائد نادي الوداد. الراجل ده مدافع، ده التقارير دي طالعه من المغرب، المعلومه هنا مش من مصر، التقارير دي طالعه من المغرب من موقع كبير جدا هناك بياكد ان الزمالك بيقترب من التعاقد مع المغربي جمال حركاس. ما اعرفش هل الزمالك هيجيب 3 مدافعين، هل الزمالك مثلا هيجيب جمال حركاس ده مكان المسلوسي، رغم ان معلومتي ان الزمالك كان عاوز جمال حركاس ده قبل صلاح الدين مصدق. فهل الزمالك هيجيب 3 اجانب في الدفاع؟ انا ما اعتقدش، ولكن خلينا نشوف الخبر للاخر. ممكن يكون في تفكير ما اعرفش. يعني صلاح الدين مصدق الراجل لسه جاي، عندنا بن طايق خلاص تم تفعيل العقد. لو ما كانش تم تفعيل عقد بن طايق كنت ممكن اقول لك الزمالك مثلا مش هيفعل عقد بن طايق وهيجيب مدافع كمان في الدفاع جمال الدين جمال حركاس ده. ولكن انا بالنسبه لي ما اعرفش، الزمالك محتاج جناح شمال، وجاي لك انا في قصه الجناح الشمال، والزمالك محتاج مهاجم مع الجفالي مع بن طايج مع صلاح الدين مصدق، والمسلوسي بنسبه كبيره جدا هيتقال له باي باي في نهايه الموسم ده. حتى الان ممكن الزمالك يجدد له موسم الله اعلم، ولكن ما اعرفش هل الزمالك هيجيب 3 مدافعين. انا بالنسبه لي غريب جدا، لكن الموضوع طلع من المغرب ان الزمالك بيقترب من ان هو يتعاقد مع قائد نادي الوداد المغربي والمنتخب المغربي اللي هو جمال حركاس. على فكره مدافع قوي جدا وبيروح منتخب المغرب وحاجه جامده جدا على فكره. ولكن الزمالك كان عاوز يجيبه قبل صلاح الدين مصدق، ولكن نادي الوداد تمسك باللاعب بسبب ان هو عنده كاس العالم للانديه. ما اعرفش هل الزمالك هيتعاقد مع 3 مدافعين اجانب الله اعلم، ولكن دي المعلومه اللي طلعت من المغرب. ممكن تكون صحيحه ممكن تكون خاطئه، خلينا نشوف الايام اللي جايه مستخبيه ايه. فاكرين انتوا عادل بلبينا الزمالك كان عاوز يتعاقد معاه في شهر يناير، والزمالك ارسل اكتر من عرض النادي برادو الجزائري عشان يتعاقد معاه، اللي هو الموهبه الجزائريه اللي عنده 21 سنه. الراجل بيقدم مستويات متميزه جدا في الدوري الجزائري ومن افضل اللعيبه هناك، فالزمالك كان عاوز يتعاقد معاه ناحيه الشمال، لان الزمالك فعلا حتى الان محتاج جناح شمال. في معلومه كده وصلتني ان الزمالك بيحاول ينهي الصفقه قبل نهايه الموسم، اللي هو عادل بلبينا. الزمالك رجع للصفقه تاني
مع نادي برادو الجزائري، والزمالك بيحاول ينهي الصفقه عشان يحط يبقى عنده جناح شمال زي عادل وبينا. انت دلوقتي عندك جناح شمال، تخيل انت بس لو كان عندك بن شرقي وصلاح واسمه ايه بن طايج ناحيه الشمال، الزمالك كان هيبقى عنده يعني جبهه شمال خارقه. لو عندك بن طايج وقدامه بن شرقي، فان شاء الله يبقى عندنا بن طايج وقدامه اللي هو عادل بولبينا. ما كانش عادل بولبينا، في كمان لاعب في الدوري المغربي بيلعب في الجيش الملكي اسمه امين زحزوح، اللاعب ده كويس جدا برضه، بيلعب جناح شمال وبيلعب مركز 10، بيلعب ناحيه اليمين. راجل مقدم موسم متميز جدا مع نادي الجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا، مساهم معاهم مساهمات بتوصل لاكثر من 20 هدف او 15 هدف في الموسم الحالي، برضه ارقامه متميزه. فالزمالك يقدر لو هو دور في المغرب ان هو يجيب جناح مغربي. ولكن انا بقول لك عادل بولبينا معلومه بقى حصر، اعتبرها زي ما تعتبرها، الزمالك بيحاول ينهي صفقه عادل بولبينا عشان يكون عادل بولبينا جناح نادي الزمالك الشمال في الصيف. والزمالك ربنا يسهل، ما اعرفش قصه المدافع المغربي دي ايه، ما اعتقدش ان هي صحيحه، ولكن الكلام ده طالع من المغرب، الكلام ده طالع من الصحافه المغربيه. هل مثلا الزمالك بيكون بيبص على حد تاني مثلا والناس فهمت غلط؟ الله اعلم. ممكن الزمالك مثلا بيكون بيشوف لاعب تاني غير حركاس، او الزمالك رمى المعلومه عند حركاس لو هو بيشوف لاعب تاني، او هو مثلا بيودي الناس في مكان وهو بيشوف في مكان تاني. ولكن المعلومه غير منطقيه لان الزمالك عنده اثنين مدافعين اجانب، فمستحيل الزمالك يجيب كمان اجنبي في المركز اللي هو الدفاع. ممكن نجيب اجنبي مثلا في نص الملعب، ممكن نجيب اجنبي ناحيه الشمال مكان اللي هو ميشالاك، ممكن نجيب مهاجم مكان الجزيري ونمشي الجزيري ممكن. انما قصه حركاز ديت حتى الان مش مقنعه بشكل كبير جدا، ولكن هي معلومه حبيت ان انا اقولها لكم. كمان عادل بولبينا لو انتهت لنادي الزمالك فيها صفقه كبيره جدا، اللاعب لسه 24 سنه. واحد يقول لك اللاعب عنده عروض من ريال مدريد وبرشلونه، طب هو ليه ما راحش؟ يعني ما هو عنده عروض بقاله سنتين ما راحش ليه؟ انا مش فاهم. عمال يقول لك اللاعب عنده عروض من اياكس، اللاعب عنده عروض من مش عارف من فرنسا، اللاعب عنده عروض من بلجيكا. ايوه ما راحش ليه؟ عنده عروض، ايوه مش فاهم. يعني عامل زي اللي هو بيبيع حاجه بيقول لك انا عندي 500 واحد عاوز يشتريها، طب ما بعتش ليه؟ ما كده كده الزمالك كان داخل وكان دافع رقم كويس جدا. ولكن الزمالك بقول لك رجع ان هو يتكلم في الصفقه تاني وبيحاول يشوف الدنيا مع نادي برادو، عشان الزمالك عاوز ينهي صفقاته قبل نهايه الموسم او مع نهايه الموسم عشان تخش الموسم وتخش اللي هو بدايه الموسم وفتره اعداد في الموسم الجديد. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. والزمالك لو كده ضمن صلاح الدين مصدق، بنطيج احمد الجفاري ان شاء الله لما يرجع من الاصابه هنشوف مستواه عامل ايه. لو جاب جناح شمال زي عادل بولبينا مع حته كده زي مثلا امين زحزوح، او نشوف مهاجم مكان الجزيري، ممكن الزمالك يبقى عنده 5 محترفين يلعبوا مع الزمالك بشكل اساسي ويقدموا اضافه مع الفريق خلال الفتره اللي جايه باذن الله. وبكده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير، سلام.